في خبر عاجل الآن: وفاة زوجة مصرية بعد موعد من الدور السابع في الأردن. القصة بدأت لما جوزها المصري اللي عايش في الأردن كتب بوست على مواقع التواصل الاجتماعي بيعلن فيه وفاة مراته آية عادل، وبيقول إنها ماتت في حادث مروع. لكن أهلها وأصحابها مش مصدقين الرواية دي، وبدأوا يشككوا إن جوزها ليه يد في الموضوع، خصوصا إنها وقعت من الدور السابع، وده زود الشكوك أكتر حوالين الحادثة. والناس كتير على السوشيال ميديا طلبوا فتح تحقيق فوري في الحادثة، واللي اتنشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا النهاردة الجمعة. وفي التفاصيل إن الزوجة المصرية ماتت بعد ما وقعت من بلكونة شقتها في الدور السابع. وقضية مقتل الزوجة المصرية آية عادل في عمان عاصمة الأردن عملت جدل كبير جدا بسبب وفاتها بطريقة غامضة. وحاليا جاري التحقيق مع جوزها واللي اسمه كريم خالد للتأكد هل هو اللي ورا الموضوع ولا لأ. ولحد هنا نكون وصلت لفيديو. ما تنساش تشترك في زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.